أهلا متابعينا. تعرض نادي مولودية البيض الجزائري يوم 20 من ديسمبر لحادث مرور مميت أدى إلى وفاة حارس مرمى الفريق زكريا بوزيان ومساعد المدرب خالد مفتاح. وكانت حافلة فريق مولودية البيض متجهة إلى مدينة تيزي وزو لمواجهة صاحب الأرض والضيافة شبيبة القبائل ضمن الجولة 11 من الدوري الجزائري. ونشرت مصالح الدرك الوطني الجزائري عبر صفحتها الإعلامية للمرور في الفيسبوك طريقي بيانا أكدت فيه تعرض حافلة نادي مولودية البيض لحادث مرور مميت في الطريق الرابط بين مدينتي سوقر وسيدي عبد الغني بولاية تيارت، أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 8 أشخاص. وعرف عن المرحوم زكريا بوزيان حارس مولودية البيض حسن أخلاقه والتزامه، حيث أكد زملاؤه في الفريق أن آخر ما قام به قبل انطلاق حافلة الموت هو أنه صلى بزملائه صلاة المغرب جماعة، رحم الله الفقيدين وألهم ذويهما الصبر والسلوان.